خرجت تظاهرات في محافظة المثنى للفلاحين بسبب تخفيض الحكومة سعر تسويق الحنطة إلى 700 ألف دينار للطن بعد ما كان 850 ألف دينار العام السابق. الفلاحين اعترضوا على تسعيرة جديدة للحكومة لأن ما تغطي صرفياتهم على محصول الحنطة، وأهم التكاليف اللي ذكروها هي الأسمدة والوقود. وهذا هو موضوعنا في هذا الفيديو. زراعة الحنطة عبر المرشات أو السياح تحتاج توفر طاقة لنقل الماء سواء من الأنهر أو الآبار إلى الأرض المزروعة، تحتاج أسمدة حتى تدعم نمو المحاصيل الزراعية. المضخات على الديزل صارت غير مجدية اقتصاديا بسبب تكاليف الصيانة وأسعار الديزل، وحسب تجربتي الشخصية مضخات الطاقة الشمسية أكثر اعتمادية وأقل تكلفة وعمرها أطول، ونحكي عنها في فيديو قادم إن شاء الله. اضغط متابعة على الصفحة حتى توصلك الفيديوهات أول بأول. أما موضوع السماد نحتاج نحكي عنه بالتفصيل، وهنا نسأل 3 أسئلة. شنو الأسمدة المطلوبة لزراعة دونم واحد من الحنطة؟ وهل هاي الأسمدة محلية أو مستوردة؟ والسؤال الأهم، شنو واقع وأهمية صناعة الأسمدة بالعراق؟ حتى يزرع الفلاح دونم واحد من الحنطة يحتاج حوالي 50 كيلو داب و60 كيلو سماد اليوريا، وهاي أرقام تقريبية تعتمد على خبرة الفلاح وإمكانيته. سعر الطن لسماد اليوريا المستورد حوالي 1,000,000 دينار، وسعر الطن لسماد الداب المستورد بحدود 1,400,000. وبسبب الحرب ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل خيالي، وهذا راح يأثر على زراعة المواسم